السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. معنا اليوم قصة يعني من القصص من الجرائم اللي كنسردوا عبر القناة. نبداو على بركة الله. وقبل ما نبداو ما نساوش الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. المهم هادو 3 البنات من جبال الأطلس كانوا كيشتغلوا في صناعة الزرابي عند واحد السيد في المنزل ديالو. جوج من هاد البنات كانوا مصاحبين مزيان و يشاركوا يعني يعني أسرارهم عند بعضياتهم، وعندهم يعني أصدقاء من الرجال كانوا كيخرجوا معاهم. هاد البنات كانوا جميلات، ولكن الثالثة كانت أجمل منهم، وكانت هاد البنت رزينة وداخلة سوق راسها، يعني من الدار للخدمة، من الخدمة للدار، يعني كتخدم طيلة الأسبوع، في نهاية الأسبوع كتمشي لدارهم اللي بعيدة على داك الفيلاج فين كتشتغل ملي كتكون عطلة، وهي درويشة وداخلة سوق راسها. كانوا كيبقاو في الخدمة الأسبوع كامل، يعني حتى لنهاية الأسبوع. من بعد المشغل ديالهم هما كانوا كياكلوا على برا، اقترح عليهم انهم يوليو يطيبوا يعني في نفس المحل اللي كيخدموا فيه وياكلوا بلا ما يعني يخرجوا للزنقه، باش يتفاداو اولا تضييع الوقت، وثانيا ما يبقاوش يعني يصرفوا بزاف يخسروا فلوسهم. المهم هما وافقوا على هذا الاقتراح اللي اقترح عليهم المشغل ديالهم. اشنو داروا مع صاحبتهم، هذوك جوج صحابات داروا معاها النوبة، ولكن يعني الدور، ولكن ماشي الدور على 3 الاشخاص، الدور على جوج. قالوا لها حنا غادي مثلا غنطيبوا هذا النهار وانتي غطيبي الغد، يعني بحال هما يحسبوا ريوسهم في شخص واحد. المهم ما عليناش، وكانت هي ما كتتفاهمش معاهم، يعني ما كتاكلش هذاك الشيء اللي كياكلوه هما، يعني ولكن عدات يعني ماشي مشكل. هما داروا واحد النوبة او واحد الدور غير عادل، وصافي على هذاك حساب يعني كما كيقولوا كيكونوا جوج على واحد كيجي صعيب باش يقنعهم. صافي خلاتهم براحتهم. صافي بقات الامور غاديه بحال هكا. دازت واحد الايام، واحد النهار جا واحد السيد من العائله ديال هاد البنت اللي كانت بوحدها، وكان خدام يعني في عنده شي منصب حكومي، وخدام يعني ميسور بالسيارة ديالو بالمنزل ديالو. جا للمدينة ديالهم، ومني شافها عجباتو وتقدم الخطبة ديالها. مني تقدم الخطبة ديالها وخطبها، ولا كيجي يهزها في نهاية الأسبوع ملي تكون هابطة لدارهم كيوصلها. هاد البنات زادوا في البغض ديالهم ليها، يعني ما بقاوش كيحملوها بالمرة، كيقولوا مع راسهم كيفاش هي زعما اللي داخله سوق راسها وما كتهضر مع حتى حد، يعني في نظر المجتمع كما كيقولوا يعني معقده، كتهضر مع حد، ما كتبغي تجمع مع حد، ما كتخرج مع حد. كيفاش هي زعما تخطب وحنايا لا؟ حنا يعني اللي كنديروا كلشي داكشي اللي كيبغيوه الرجال، ما يسول فينا حتى حد، وهي اللي ما كتهضر مع حد وساده على راسها، يعني كيفاش تخطب؟ المهم يعني قلبهم كحال عليها كما كنقولوا. اش ناضوا بداو كيحيكوا ليها المكائد، يعني كيعطيو النمرة ديالها لشي اشخاص، كيبداو يتصلوا بها وكيهضروا خايب في الخطيب ديالها، وعطاو النمرة ديال الخطيب ديالها الاخوات ديالهم الصديقات ديالهم، بداو كيتصلوا بيه وكيقولوا ليه هذيك راه ما مزياناش، هذيك راه كتخرج راه كتفعل كترك. المهم هنايا بداو المشاكل بينها وبين الخطيب ديالها، بداو المشاكل وبداو المناوشات. ولكن واحد النهار قرروا انهم يجلسوا مع بعض ويعني يحلوا هذيك المشاكل بيناتهم. هنايا تبين ليهم بان كل شي دوك المكالمات ودوك الاتصالات ودوك الميساجات جايين من هذوك البنات اللي خدامين معاها، وقالوا بانهم ما غاديش يبقاو يديو في هذيك الهضره اللي كتوصلهم، وما غيبقاوش يجاوبوا عليها.
راه غير ناس باغيين، يعني ناس باغيين يفرقوا بيناتهم. جات هي يعني من زعما بغات تغيظهم، يعني قالت لهم راه صافي هدرت مع الخطيب ديالي وراه صافي الأمور كلها مزيانة، وحنا عقنا بأن هادوك غير شياطين بغاو يدخلوا بيني وبينه، وصافي تفاهمنا على أننا ما نبقاوش نديوها فيهم. هنا هاد الصحابات يعني زادوا من البغض ديالهم، وقرروا أنهم يغيروا الخطة معاها، يعني قرروا أنهم يآديوها بطريقة أخرى. أشنو داروا؟ اتفقوا أنهم يآديوها في الجسد ديالها. اش داروا؟ وحده فيهم عندها زوج الأخت ديالها كيشتغل في واحد المعمل ديال الزاج، وكانت مشات عنده واحد النهار تزورو في مقر العمل ديالو، وقال لها شفتي هاد الكتبان يعني ديال الرمل، راه ماشي رمل، راه زجاج، وراه لا يدار يعني في شي سائل ما كيبقاش يبان. المهم هو عطاها المعلومه يعني بنية صافية، ما كانش يعني عارف اشنو في النوايا ديالها. هي هنايا خدات من هذاك الزجاج يعني اللي هو على شكل رمل، وقررت انها تسمم هذيك البنت صاحبتهم. هضرات مع الاخرى واتفقوا انهم يسموها. اشنو داروا ليها؟ قالوا ليها صافي حنايا غنبداو نديروا الدور على 3، وحده فيهم كتعرف طيب هي اللي غتكلف بالطبخ، وغادي ياكلوا مجموعين. وبداو كيسولوها شنو كتبغي، بداو كيطيبوا ليها داكشي اللي كتبغي. فعلا بداو كيحطوا هذاك كما كنقولوا البلا برينسيبال، يعني الوجبه الرئيسيه مجموعين. ولكن الا كانت سلطه بحال هكا كيحطوها في اواني متفرقه، كل واحد والطبسيل ديالو. الا كان عاوتاني عصير كيحطوه في كؤوس متفرقه، وكيديروا لها شويه من هذاك الزجاج. مره كيديروا لها شويه، مره كيديروا لها شويه. دازت واحد المده صافي. هنايا البنت بدات كتمرض، بدات الحاله ديالها كتراجع، الحاله ديالها الصحيه كتراجع شيئا فشيئا. صافي حتى تفاقم الوضع ديالها، ما بقاتش يعني البنت اللي كانت النهار الاول. وهنا داوها الاهل ديالها الطبيب، يعني دوزات هنا دوزات هنا دوزات هنا، دارت تحاليل. وداك الوقت ما كانوش هذوك التحاليل الدقيقه اللي كيتخادوا كيمشيو، يعني ما كانوش في المغرب هذوك التحاليل الدقيقه اللي كيبينوا يعني المصدر ديال المرض بالضبط. ما طاحوش لها الطب والو على المرض ديالها. ولكن الخطيب هنا ما تخلاش عليها، يعني بقى في الجنب ديالها وبقى مساندها، وهما هي مازال كيجيو يسولوا فيها، ومازال كيجيبوا لها داك السم كيعطيوه لها. هنايا واحد الصديق ديال الخطيب ديالها اقترح عليه انه يديها لمدينة الدار البيضاء، ويدير لها شوف لها عند واحد الطبيب معين، ويدير لها هذيك التحاليل الدقيقة يصيفطهم على برا. فعلا داكشي اللي دار، جابها لمدينة الدار البيضاء، ومشاو عند واحد الدكتور اللي دار لها هذيك التحاليل الدقيقة، وصيفطوهم دولة فرنسا. ومن بعد جاء جواب التحاليل اللي جا فيهم ان هاد البنت كتاخد مادة سامة بنسبة قليلة، وخداتها لمدة طويلة، وانها خاصها تحط تحت المراقبة المستمرة في شي مصحة خاصة، ويكون يعني داكشي اللي غتاكل مراقب بشكل يومي، يعني ما تاخد حتى شي حاجة من على برا. فعلا نعسوها الاهل ديالها في واحد المصحة، وبداو يعني لي زانفيرميير، يعني الممرضين والناس اللي متكلفين بالكوزينه هما اللي كيحدوا لها اشنو غتاكل، وكيعطيوها يعني الوجبات على حسب داكشي اللي قال لهم الطبيب. هنايا هاد الصديقات السامات جاو حتى لمدينة الدار البيضاء باش يزوروها، وجايبين ليها واحد العصير فيه هذيك المادة، وحتى هذاك اللي كنقولوا ليه حنايا ريبي، يعني على شكل ياغورت او ريب، وهو بلون يعني وردي. جابوه ليها وعطاوه ليها، لكن هي رفضات، قالت لهم
أنا ما غاديش نشرب هاد الشي، راه مانع عليا الطبيب نهائيًا ما ناخد حتى شي حاجة إلا من عندهم هنايا من المصحة. هُما أصرّوا عليها، قالوا لي: "هادو غير عصير بردي بيه من هنا، من هنا وكذا، وكذا." بقاو عليها وهي كترفض. هنايا في هاد اللحظة دخلات الممرضة، قالت لهم: "اش كديروا؟ راه هاد الشي اللي كديروا فيه راه ممنوع." هي ممنوع عليها تاخد أي حاجة تنزّلها مع الفم ديالها إلا اللي كنجيبو ليها حنايا. حتى الأهل ديالها راه نأكدوا عليهم قبل ما يدخلوا عندها باش ما يعطيوها والو. بدات دخلت معاهم يعني في نقاش، ولكن هُما كبّروا الموضوع، دخلوا معاها في صراع. قالت لهم: "صافي هاد الشي غادي ناخدو، ما غاديش تاخدوه حتى تبغيو تخرجوا عاد خذوه." قالوا لها: "عطينا ديالنا، ما تعطينا ديالنا." بقاو مناقشين مع ديك الممرضة. هنايا واحد الشرطي اللي كان كيراقب واحد السجين اللي ناعس في نفس المصحة، اتدخّل بيناتهم، دخّل بين سمع صداع، اتدخّل بين الممرضة وبين هادوك الزوج الصحابات. قال لهم: "صافي سيروا فحالكم ولا كمّلوا الزيارة للمريضة ديالكم، من بعد خذوا داك الشي وسيروا فحالكم." قالوا لها: "لا تعطينا عاد نشوفوا حنايا الزيارة ولا تعطينا فحالنا، حنا بغينا لا نزوروا لا والو، بغينا نمشيو بحالنا." هنايا مني هُما أصرّوا أنهم ياخدوا داك الشي ويتخلاو على الزيارة، الممرضة يعني فطنات أنه داك الشي اللي جايبين راه فيه شي حاجة، رفضات تعطيه ليهم وقالت لهم: "هاد الشي خاصو يشوفوا الطبيب، صافي غير سيروا فحالكم ما غنعطيهش ليكم." هنا مني يعني القضية تزيّرات، هُما خرجوا عاود رجعوا عند الممرضة وحاولوا أنهم يرشيوها. قالوا لها: "غنعطيوك القدّة والقد، غنعطيوك واحد المبلغ من النقود وعطينا هاد القراعي ديالنا ونمشيو بحالنا." ولكن الممرضة هنايا رفضات وبلغات الشرطة اللي جات لعين المكان ولقات عليهم القبض. ومن بعد ما تجرات التحاليل على العصير وهداك الريب اللي جابوا ليها، تبين أن فيهم نفس المادة اللي كتاخد البنت واللي تسمات بها لمدة. هنايا يعني بان ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يعني هنايا تقدموا العدالة واعترفوا بكل شي اللي داروه وتحكم عليهم ب15 سنة سجنا نافذة بتهمة تسميم صديقة ديالهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوفوا البغض ديال الناس فين كيوصل، مجرد أن هي جه رزقها وهما مازال قرروا أنهم يعني يأذيوها بشتى الطرق. ما عرفوش أن الرزاق الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاد القصة ناخدو منها الموعظة والعبرة. يعني ماشي أي واحد يمكن ناكلو معاه، وماشي أي واحد نعاودو ليه على جميع الأسرار ديالنا. يعني كاينين شي حوايج اللي خاصنا نعاودوهم، وكاين شي حوايج اللي خاصنا نتكتموا عليهم. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هنا كنسالي القصة ديالي ديال اليوم، وإلى لقاء قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.